عايزة اتكلم برضو عن البطولة الافريقية لكأس الامم الافريقية 2024 اللي هي النهائي بتاعها يوم الاحد بعد بكرة بين منتخب كوت ديفوار اصحاب الارض ومنتخب نيجيريا اللي هو يعني ادى واجتهد وطبعا يعني وصل للنهائي بعد المجهود الجميل اللي عملوه في طول البطولة وفي المباريات بتاعتهم يعني. انا يعني متابعة افريقيا من زمان جدا يعني، من ايام كابتن محمود الجوهري ومن ايام ما منتخب مصر فاز بالبطولة عام 98 اللي هو بالهدف الشهير اللي جابه الصقر طبعا احمد حسن، يعني كلكم عارفين الهدف اللي جابه في جوهانسبرج ده من نص الملعب وكده. فانا يعني انا دايما كاس الامم الافريقيه دي بتبقى العيد الكروي بتاع كل صحفيين الكوره يعني. انا الحمد لله كانت بدايتي سنه 98 في الكوره وفي الصحافه الرياضيه قصدي. فعايزه اقول لكم يعني كل البطولات الافريقيه اللي فاتت دي كوم، والبطوله الافريقيه السنه دي يعني حاجه جديده كده ما وردتش علينا قبل كده. تمام، مش عارفة أول مرة ألاقي الفرق الكبيرة كلها بتخرج يعني ما يعني بداية من تونس مصر الجزائر المغرب السنغال حتى كاف فيردي اللي كانت هي مفاجأة البطولة وكله بيرشحها للوصول المربع الذهبي برضو خرجت. يعني أنا كنت قاعدة أقول يعني طب ما كل الناس طلعت، يعني امال مين اللي هيلعب في النهائي؟ وكان طبعا الحظ بيحالف اصحاب الارض طبعا، وده نصيبهم بقى يعني ورزقهم ان هم يحتفلوا يعني بالبطولة، لان هم وصلوا 5 مرات للنهائي، 5 مرات تقريبا، دي المرة الخامسة. وكان منهم مرة قصاد منتخب مصر في 2006 هنا في استاد القاهرة ايام كابتن حسن شحاتة طبعا. ما كان دروجبا بيلف حوالين نفسه كده في الملعب، يعني انتوا فاكرين طبعا. منتخب كوت ديفوار دي هو اللي مفاجأة البطولة فعلا، يعني ما كانش حد يتوقع انه يوصل للنهائي، لان مستواه في اول مباراة الافتتاحية مستواه ما كانش بيقول كده خالص، يعني انه خسر في المباراة الافتتاحية وكل الناس استبعدته انه يوصل حتى لدور الثمانية او للادوار اللي هي قبل النهائي وكده. فطبعا انا سيبكم تبقى كل واحد يشجع الفريق اللي هو بيحبه، يعني اللي عايز يشجع نيجيريا يشجع، اللي عايز كوت ديفوار يشجع. انا عن نفسي بشجع كوت ديفوار عشان يعني بحب دروجبا جدا، يعني نعم كان لعيب كوره، يعني انا متابعاه مع منتخب كوت ديفوار لما كان موجود هنا في 2006 برضه، انا كنت بكتب عنه. وطبعا يعني عايزه اقول برضو كرة القدم يا جماعة ما بقتش بالاسماء، واحنا بقالنا تقريبا يعني من السنة اللي قبل اللي فاتت 22 واحنا بنقول الكلام ده، ان شفنا فرق كتير كبيرة خرجت. وفي كاس العالم قصدي، انا اقصد كاس العالم اللي فات، الكاس العالم اللي فات ده اللي كان في قطر 2022. كرة القدم يا جماعة مش بالأسماء والله، يعني خلاص دي بقت موضة قديمة يعني. كرة القدم دلوقتي بقت اللي بيلعب، اللي بيأدي، اللي بيقرأ الملعب، اللي بيجايب لعيبة عامل معسكر إعداد كويس قبل ما يروح قبل ما يشارك، اللي عمل كل حاجة وسهل لمنتخبه كل وسائل الدعم قبل ما يشارك في البطولة. مفيش حاجة بقى اسمها ده مصر مثلا ده هي اللي كسبتها كتير قبل كده يبقى هي اللي هتكسبها، او المغرب مثلا عشان راحت المونديال كانت رابع العالم في المونديال فهي اللي ممكن تاخدها. لا من الكلام ده كله ما بقاش زي الاول يعني. وانتوا شفتوا بقى في كاس العالم ايه اللي حصل، وشفتوا الفرق اللي وصلت لكاس العالم كانت فرق ما كانش حد يتوقع انها توصل كده في الادوار النهائيه في كاس العالم.
وبرضو شفتوا الخروج اللي محبناهوش يعني للمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية، والمنتخبات الأفريقية برضو زي جنوب أفريقيا، السنغال. انتوا بقى يعني افتكروا معايا لأن أنا مش مركزة اليومين دولت، يعني نرجع نركز بقى، والدوري راجع اهو بقى، عايزين نشوف بقى كرة مصرية قوية هنا، دوري حلو بقى كده يعني. نادي زد اللي قعدنا مستنيينه يبقى كان هيبقى قنبلة الموسم زد، انا ما شفناش منه حاجة لحد دلوقتي يعني. فين الاداء وفين النتائج وكنا الناس متوقعين انه يبقى نسخة تانية مكررة من بيراميدز يعني، لان ظروفهم شبه بعض يعني، في الأحوال المادية نقصد يعني. عايزين بقى نشوف الدور التاني للدوري المصري، دوري قوي، مباريات جامدة، وكل ده هيعم بالفايدة على منتخب مصر طبعا. طول ما انت عندك الأندية الكويسة وفي استقرار، في أداء، في كرة حلوة، هتلاقي عندك بقى لعيبة المنتخب مصر، وكابتن حسام حسن يستفيد في الآخر من الموضوع ده ويضم وجوه جديدة طبعا يعني. خلاص بقى يعني عايزين نشوف وجوه جديدة يا جماعة، ادوا للناس فرصتها. ما هو برضو الكرة مش بالأسماء برضو يعني، انتوا عندكم ناس كتيرة في الأندية محدش معبرها، فأتمنى ان الناس دي تاخد فرصتها يعني مع المنتخب وكده، ونعتمد على الناس الكويسة يعني، الجاهز يبقى موجود. وانا بوصل رسالة لكابتن حسام حسن من دلوقتي، بقول له مش شرط انك تعتمد على المحترفين يعني، انت ممكن تلعب باللعيبه المحليه وتعمل نتائج حلوه، بس اهم حاجه يكون اللعيب اللي انت اخترته ده يكون على قد المسؤوليه، ويكون مستواه بيأهله ان هو ينضم للمنتخب. وكفايه عليكم كده بقى عشان ما تزهقوش.